السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو جديد في صحة جيدة. كما معودين إن شاء الله كنناقشوا العروض ديال البيمية وطنية جهوية. إن شاء الله الجمعة الجاية 20 أكتوبر غيكون عندنا واحد الكتالوج اللي هو وطني، وكما كنقولوا وطني يعني في جميع محلات بيم اللي في المغرب، وكذلك أي كتالوج طاح جهوي راه كنلوحو لكم وكنلوحو الناس العزاز اللي عندنا باش يتوصلوا بأي جديد، لأن دوك الجهويين كيكونوا فيهم عروض خاصة وتخفيضية بزاف. هذا اللي غنهضروا عليه اليوم هذا وطني، يعني في جميع محلات بيم اللي في المغرب. وقبل ما نبداو نبغيو نشكروا الناس اللي كيلتحقوا بنا وكيشجعونا بالجيم ديالهم وبالبارطاج مع الناس اللي عزاز عليهم باش يتوصلوا بالجديد ويستافد كلشي. وشكرا عليكم على كل كومونتير كيجي من عندكم، كيزيد يشجعنا نعطيو كتر وكتر. ودابا باش ما نطولوش ونتوكلوا على الله غنبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله، وغنبداو باول منتوج اللي هو هذا الفران، فران غازي ديال واحد الكوزينير ديال ايتيماد ديال 4 فو، يعني ب4 طريوسه ديال العافيه، صنع ديال تركيا، جاينا بالانوكس. هذا الفران هذا عندنا في الطول ديالو 85 سنتيم، وعندنا 60 في العرض و60 في الجنب. بالنسبه للفوق ديالو كما كتشوفوا عندنا 4 طريوسه ديال العافيه، فيه البريكه ديالو، وكذلك فيه الغطاء ديالو ديال الدجاج كما كتشوفوا باش كنسدوه. وبالنسبه لتحت عندنا فيه كنطيبوا فيه الخبز، وكذلك كنديروا فيه اي حاجه بغينا نحمروها. عندنا فيه واحد التوقيت اللي هو مانيوال كنتحكموا فيه كما بغينا. عندنا واحد الترموستا كتقطع راسها، وكذلك عندنا فين كنحمروا او كنشويو هي لا كويسيون كي. كذلك عندنا الدجاج هذا اللي كتشوفوا قدامنا، هذا راه مضاد للحراره وكذلك للتهراس. كذلك فيه واحد الفرفاره اللي هي تيربو، فونتيلاتور تيربو، وكذلك عندنا فيه الضوء ديالو من الداخل. بالنسبه للسعه ديالو شحال كيهز 67 يطرو، وكيجينا بدوك جوج طاوات اللي كنشوفو قدامنا ها هما، وكذلك كتجينا ديك باش كنشويو هادو كيتعطاو معاه. بالنسبه للثمن ديالو كيبقى ب 2300 درهم، ولا مارك اللي هي ايتيمات 2300 درهم اللي هي 46,000 ريال. وغندوزو للمنتوج الثاني اللي هو واحد الآلة ديال القهوة الكهربائية. هاد الآلة هادي كما كنشوفو الشكل ديالها جاينا زويونة، الناس اللي واخدين عليها شي فكرة يشاركوها معنا. هادي الكاباسيتي اللي فيها واحد 300 مليلتر، يعني كتهز 6 ليطاس، وجاينا من لامارك ديال كيتشن لاب. بالنسبة للثمن هي 220 درهم اللي هي 4400 ريال. بالنسبه لهاد الآلة الراكليت جابوها وعاودوا جاوبوها بزاف. هذه العبارة اللي فيها 40 سنتيم على 19، انا شفتها مباشره صغيره وما تمشاتش ليهم بصراحه. الناس اللي عندهم شي فكره عليها يشاركوا مع المتتبعين ديالنا كاملين باش كلشي اللي لقى سول على شي حاجه كنلقاو نجاوبوا بعضياتنا تما. هاد الآلة الراكليت هذه الثمن ديالها كيبقى كان دايرين له 450، حاليا في التخفيض دايرين ليها 400 درهم. ما عنديش عليها شي فكره صراحه، ما نقدرش نقولها لكم. اللي هي 8000 ريال كتكون من 8 لي بياس، ما نقدرش ننصحكم بها والله اعلم. المفاجاه اللي غتكون نهار الجمعه 20 اكتوبر بانه غيكون واحد الجديد اللي اول مره غتدخلوا بيم، اللي هو جايبه لنا المعن ديال الكوزينه اخص ديال الطنجرات والمقلات، جايباهم ماشي ديال تركيا ولكن ديال اسبانيا. هذا الجديد جايبه من واحد الشركه ديال فيترينور، ما نعرفش واش كاين اللي مستعملهم ولا اللي مستعملهمش يشارك مع المتتبعين ديالنا. شكرا لكم. وغندوزو الاول طنجره اللي هي بالغطاء ديالها كما كنشوفوا، هي هذه فيها 26 سنتيم، وبالغطاء ديالها كما كنشوفوا ديال الدجاج، وفيها داك البلاستيك الفوق. الثمن ديالها 1140 درهم اللي هي 2800 ريال. ندوزو نشوفوا الثانيه. هذه الثانيه فيها حتى هي
ختها غا هي صغيرة عليها، هذيك كان فيها 26 وهذه فيها 22 سنتيم، تا هي بسيطة نفس المعايير، ها غير هذه 22 سنتيم، وكيختلفوا في الثمن طبعا، اللي هذه 115 درهم اللي هي 2300 ريال. هذا فيما يخص الطنجرات. غندوزو نشوفو المقالي والكاسرول، وغنشوفو هاد الكاسرولة الأولى هادي. عندنا هاد لاكاسرولة هادي اللي فيها 16 سنتيم، هي هادي قدامنا. الثمن ديالها كيبقى ب70 درهم اللي هي 1400 ريال. عندنا هاد المقلة ديال الكريب هادي، الديامتر اللي فيها 24 سنتيم، الثمن ديالها هي 85 درهم اللي هي 1700 ريال. دابا غنمشيو نشوفو هاد المقلة هادي. هاد المقلة اللي عندنا في لابار ديالها 28 سنتيم على 28 سنتيم غري هوت، هادي الثمن ديالها كتبقى ب120 درهم اللي هي 2400 ريال. عندنا مقلة أخرى اللي هي واحد المقلة بوال، هادي فيها 24 سنتيم، الثمن ديالها 75 درهم اللي هي 1500 ريال. كذلك عندنا واحد المقلة أخرى فيها 26 سنتيم، الثمن ديالها 85 درهم اللي هي 1700 ريال. وباقا مقلة أخرى اللي فيها 28 سنتيم، كبر منهم هادي شوية، كتبقى بثمن ديال 90 درهم اللي هي 1800 ريال. جابو لنا واحد الصحون تا هما. بالنسبة ليا غنشوفو الصحن الأول. هاد الصحن الأول عندنا في العبار اللي فيه 27 سنتيم على 27. هاد الصحن راه مربع كما كتشوفو، جاينا من السيراميك، الثمن ديالو 27 درهم، هي 540 ريال. وعندنا الصحن نفسو تا هو سيراميك بلا كاري مربع، ثمن صغيور عليه، هذا غير 21 على 21 سنتيم، الثمن ديالو كيبقى 22 درهم اللي هي 440 ريال. عندنا هاد الصحن تا هو جاينا من سيراميك، عندنا فيه لابار 30 على 15 من هايفر غورميت، الثمن ديالو كيبقى ب27 درهم تا هو اللي هي 540 ريال. وعندنا اخر واحد اللي غيكون مستطيل، هاد البلا ريكتونغلير عندنا في العبار ديالو 31 في الطول على 11 سنتيم في العرض، كيبقى ب25 درهم اللي هي 500 ريال. هذا فيما يخص المنتوجات اللي غيكونوا ان شاء الله نهار الجمعة 20 أكتوبر إن شاء الله. نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وبصحة جيدة على التاريخ. وحتى هنا نسالي الفيديو ديالنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.